أتم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوتي الحكمة. النبي يشق صدره 4 مرات عليه الصلاة والسلام. مرة هو عنده 2 وعند سيدة حليمة، ومرة وعنده 10 سنين، والمرة الثالثة وفي غار حراء، والمرة الرابعة في رحلة الإسراء والمعراج. خرج قلبه الشريف في طست من ذهب وغسل بماء زمزم وحشي حكمة. قلب النبي اتحشى حكمة كما جاء في الأحاديث. ومن حكمة النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا ثمامة بن أثال، خرجت سرية قبل نجد، مجموعة يعني من صحابة النبي بيعملوا زي دورية حراسة، فأسروا رجلا ولا يعرفون من هو، وجاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا به ثمامة بن أثال سيد اليمن، عرفه النبي عليه الصلاة والسلام، فربطه في سارية من سواري المسجد، يعني ربطه في العمود. النبي ربطه في العمود ليه؟ عشان يشوف أفعال النبي ويشوف صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بيعملوا إيه معاه، وأمر له بطعام من بيته كمان. ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ النبي كلمه. بماذا أجاب ثمامة؟ لم يكن أسلم. قال: يا محمد، إن تقتل ذا دم، أنا علي طار مموت كتير وأنا مطلوب، ممكن يموتوني. وإن تمن على شاكر، لو أنت عفت عندي الجميل بتاعك ده مش هنسهولك. وإذا أردت المال فخذ ما شئت. أغنى واحد في الجزيرة العربية، سيد اليمن، مسؤول عن الحنطة زي القمح دلوقتي كده، فبيقول له يعني لو أنت عايز المال خذ المال اللي أنت عايزه. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام، سابه على العمود. تاني يوم نفس الكلام، ثالث يوم نفس الكلام. الصحابة يعني عايزين يقولوا للنبي: يا رسول الله خذ المال، ده أغنى واحد، خذ اللي أنت عايزه. ما بقول له كده، بقول له: إن أردت المال خذ ما شئت. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أطلقوا سراح ثمامة. سراح ثمامة كده هو من غير أي حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة ينفذوا. فخرج ثمامة رضي الله عنه إلى حائط خارج المسجد، فستان، فاغتسل ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، كيف أسلم؟ إزاي أسلم يا رسول الله؟ قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال له: يا رسول الله، شوف كده، بيقول له يا محمد، دلوقتي بيقول له يا رسول الله، أخذتك خيلي وأنا ذاهب إلى العمرة، أنا رايح أعمل عمرة، الخيل بتاعتك خدتني، أذهب؟ قال له: نعم. قال: تأذن لي بالعمرة يا رسول الله؟ قال: أمين. ذهب ثمامة بن أثال إلى مكة، هم لا يعرفون ثمامة، فأخذ يطوف بالبيت ويقول: لبيك اللهم لبيك، فقاموا عليه فأوسعوه ضربا. ده مين من أتباع محمد ده اللي جاي يتكلم كده وإحنا قاعدين؟ فضربوه. نظر إليه أبو سفيان بن حرب، لم يكن أسلم، قال: ويلكم، أولا تعرفون من هو؟ أنتم مش عارفين إن أنتم اللي بتضربوه ده؟ إنه ثمامة. قالوا: ثمامة بن أثال. كل واحد حط يده على راسه وراح قاعد في الأرض. ثمامة بن أثال أول حاجة قالها لهم إيه؟ والله لن تصلكم حبة حنطة من بلاد اليمن. مش هاجيلكم أبدا الحنطة اللي هي زي الغلة دلوقتي، مش هاجيلكم خالص. فأخذوا يستردونه، فعمل عمرته ثم رجع. ذهبوا إليه، قال لهم: لن أعطيكم حتى يأذن لي رسول الله، مش هديكم ولا حباية إلا لما النبي يأذن لي عليه الصلاة والسلام. شكلوا وفدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالمدينة، فأذن لهم. حكمة النبي إيه؟ إن لو كان خد مال من ثمامة ما كانش أسلم، لكن النبي عايزه يأسلم
ليه؟ لأنه حريص على هداية الناس. والحديث بقية، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا عم الشيخ.